اتفرجت على فيلم سكين رينج، فتعالوا نتكلم عنه واقول لكم رايي فيه بالظبط. فيلم سكين رينج فيلم رعب بيتكلم عن طفلين بيصحوا في يوم ما بيلاقوش اهلهم في البيت، وبيلاقوا كل الشبابيك والابواب مختفيه من البيت. فهيعملوا ايه في الوضع المرعب ده؟ فيلم سكين رينج فيلم ظهر كده، الناس اتكلمت عنه شويه في الوقت لما كان بيتعرض في سينمات محدوده. الناس كده كانت بتجربه وبتشوفه في الاول. النقاد وكده كانوا بيتكلموا ان الفيلم ده تجربته مرعبه جدا، الفيلم ده مرعب جدا، الفيلم ده مرعب جدا، الفيلم ده مختلف جدا. هو ده اللي كان بيتكرر على ألسنة الناس في الفترة قبل ما الفيلم يتعرض للعامة وفي المنصات والسينمات وكده. فطبعا شد اهتمامي ان انا اشوف الفيلم ده بالظبط ايه الموضوع فيه. شفت الاعلان بتاعه، التريلر بتاعه، طبعا شدني برضو جدا. بعد كده بكام يوم قبل ما ينزل الفيلم الناس طلعت تتكلم الفيلم وحش جدا، الفيلم ممل جدا، كل اللي هو بيحاول يعمله بس ان هو يجرب نوع جديد من التصوير. فحاجه زي دي طبعا ما كنتش عارف اعمل فيها ايه، فقررت ان انا بنفسي اقعد اتفرج الفيلم واشوف رايي بالتحديد. فهكلمكم عن رايي، وهل فعلا تجربوا الفيلم ده ولا لا، وهل هو مرعب زي ما الناس بتقول عليه ولا لا. بس قبل ما نبتدي متنسوش تعملوا لايك وتشتركوا القناه وتفعلوا الجرس وتكتبوا لي لو شفتوا الفيلم ده رايكم فيه ايه. هل حابين الفكره دي يتم استخدامها في المستقبل بشكل اكبر في الافلام ولا لا؟ ولو عندكم اي حاجه عايزين اتكلم عنها اكتبوها لي في الكومنتات، ويلا نبتدي. خليني كده ابتدي اتكلم واوضح ان انا اللي هتكلم فيه بس هو التون بتاع الفيلم، لان هو ده اللي موجود في الفيلم عامه، وهو ده الفيلم بيعمل له ماركتنج جواه. يعني انا دلوقتي كشركه الماركتنج بتاعت الفيلم ده او شركه التسويق، انا جاي شايف ان دي الحاجه المميزه في الفيلم ده، ان هو مختلف من حيث اتاح تجربه جديده للمشاهده، اتاح تجربه مرعبه، اتاح طريقه تصوير مختلفه، وطريقه من ايصال الحوار والديالوج اللي ما بين الشخصيات والحاجات دي كلها. فالفيلم نفسه عامه خليني ابتدي ان هو ما اقول ما فيهوش اي حاجه تانية من اي نوع. ما فيهوش قصه، ما فيهوش تمثيل، ما فيهوش ايقاع حكي قصه، ما فيهوش اي حاجه من الحاجات دي. ودي طبعا اول حاجه مشكله كبيره جدا. مش هقول ان الفيلم او اي فيلم موجود لازم يكون له كونتكست، لازم يكون له حاجه معينه عشان نتكلم فيها. كذا فيلم على مدار السنين كان فيلم ما فيهوش حاجه من الحاجات دي، او فيلم بيجرب حاجه جديده. فدي مش اول مره او دي مش حاجه جديده ان الفيلم يحاول يعمل حاجه كده. هو الفيلم تجريبي بحت. كل اللي هو بيحاول يعمله ان هو يجرب باليتة جديدة من الحاجات دي، بيجرب حاجة مختلفة، بيجرب تون مختلف، وبيشوف الناس هتتعامل معاه ازاي وهترياكت ليه ازاي. وفي الاول الموضوع كان حلو فعلا، الناس كانت في الاول بتقول الفيلم ده فعلا مرعب، الفيلم ده فعلا مخيف جدا، الطريقة دي حلوة وعجبتنا والموضوع مرعب. وكان عامل شوية كده شوشرة على النت لفترة قصيرة جدا. بس طبعا الفيلم نزل في السينمات وما قعدش فترة طويلة جدا، يعني هو قعد مثلا اسبوع اسبوعين ونزل على منصة معينة، معرفش اي منصة بالظبط. وهو ده انا استغربته، لان انا كنت عارف ان الفيلم ده هينزل في السينمات، فبالتالي انا عرفت على طول ان الفيلم ما نجحش. تعالوا نتكلم بقى عن السبب ان ده ما حصلش. طبعا الموضوع مش صعب جدا انك تلاحظ الفيلم ده ما ينجحش ليه، وليه فشل بالطريقة اللي هو فشل بيها دي. لان الفيلم لكل الناس مش هيديهم التجربة اللي هم عايزين يشوفوها. سواء نقاد، سواء ناس طبيعية بتتفرج، سواء أي حد محبين الأفلام، نقاد، أي حد هيبقى عايز يشوف في الفيلم ده حاجة يكون استفاد بيها. أنا دلوقتي مثلا شخص طبيعي جدا، قررت إن أنا أخد عيلتي أو أخد الناس اللي أنا بحبهم، أصحابي أيا كان، ونروح نتفرج على فيلم زي ده. هنكون ضيعنا فلوسنا وهنكون ضيعنا وقتنا، لأن دي حاجة مش هتمتعنا. مش كل الناس بتكون مستنيه ان هي تاخد فن قوي من الافلام، بتكون بس عايزه تستمتع، وده حاجه طبيعيه جدا، مفيش اي حاجه غلط. فانك بتكون بتعمل فيلم زي ده ومستني منه نجاح قوي، مش حاجه صح، مش حاجه تتوقع منها نتائج قويه. لان انا الصراحه كويس ان انا ما دفعتش فلوس في فيلم زي ده، كويس ان انا ما اديتوش حاجه اهم من يعني ما اديتوش اكبر من حجمه، ما اديتوش فلوس، اديتوش شويه وقت، مش اكتر من كده. وكمان النقاد او اي حد بقى مش شرط، مش هيلاقوا حاجة قوي يتكلموا فيها عن الفيلم ده. هو الفيلم عبارة عن لقطات مشوشة كده بكاميرا مثلا، ليها تون مرعب كده الى حد ما. تحس ان هو كده عامل زي حلم مرعب كنت بتاخده وانت صغير، فكان بيأثر فيك، كنت بتخاف منه. ودي حاجة حلوة فعلا الصراحة. من الحاجات او الهايلايتس اللي موجودة في الفيلم ده هو الجامب سكيرز او الخضات اللي فيه، اللقطات المرعبة. الصراحة كان بيحطها في محلها، ودي كانت حاجة كويسة.
بس انا كنت متوقعها، يعني كان في حاجات مرعبة بتحصل بتخضك كده. ما بقيهاش ليها شرح، هي بس بتكون موجودة عشان تديك التجربة المرعبة دي. بس كتجربة سينمائية، يعني لو انت رحت السينما، لو انت شفته في البيت، ما اعتقدش انك هتنبسط في اي الاحوال، لان زي ما قلت مفيش قصة الواحد يتبعها. يعني انا دلوقتي مفيش شخصيات مثلا اتبع القصة دي بدأت ازاي انتهت ازاي، حاجة زي كده، مفيش اي حاجة من النوع ده. وانا ما انصحش ابدا انكم تتفرجوا على الفيلم ده في السينمات، ما انصحش انكم تدفعوا فيه فلوس لو هو لسه بيتعرض اصلا. انا ما عنديش اي فكرة عن الموضوع ده. حاولت برضو وانا بتفرج اقدر مجهود الناس اللي عاملينه، مجهود التصوير عامة، لان الفكرة بتاعة التصوير من البرسبكتيف المرعب ده، او المنظور المرعب بتاع المنظور الصغير عامة. انت كطفل دي حاجة ممكن تكون بتشوفها، يعني لو انت طفل مثلا تفتكر الاحلام اللي كنت بتجيلك حاجات زي كده، ده المنظور ده مختلف. اعتقد ان هو هيفتح عندك نوع من الرعب اللي كنت بتحس بيه زمان، ودي حاجة حلوة جدا، مجهود محطوط في الموضوع ده وشغل كويس من المخرج. الحاجات التانية انا حاولت اقدرها، بس برضو مازال في مشكلة كبيرة جدا، وان الفيلم ما فيهوش اي نوع من المتعة. انا حتى وصلت للمرحلة ان انا على الموقع اللي انا كنت بتفرج عليه على الفيلم ابتديت اسكيب حتت كده وما حصلش فيها اي حاجة مهمة. فبالتالي انت ليه تحط اصلا الناس في حته زي دي؟ انت عامل شغل كويس وعامل شغل كرييتيف جدا، بس فعشان ما تديش سكريم رانك اكبر من حقه، فيلم سكريم رانك حاول وتجربه حلوه جدا من الرعب، لكن غير كده الفيلم وحش جدا، ما فيهوش اي قصه، ما فيهوش اي ناريتيف، اي شخصيات، اي حاجه من الحاجات دي. لو انت عايز تستمتع نوعا ما بالفيلم ده، تتفرج عليه بالليل والدنيا ضلمه وانت لوحدك في الاوضه، دي الطريقه الوحيده اللي هتقدر بيها تاخد اي حاجه من الفيلم ده. لكن غير كده الفيلم ما فيهوش اي حاجه، وما انصحش انكم تدفعوا فيه فلوس، ما تدوش وقتكم قوي. والفيلم ده اديله 3/10، بس عشان المجهود اللي محطوط فيه من التصوير والناس اللي عملت الفيلم يعني. بس ده فيديو النهارده، اتمنى يكون الفيديو عجبكم. لو عجبكم ما تنسوش تعملوا لايك وتشتركوا القناه وتفعلوا الجرس، وتكتبوا لي رايكم في الفيلم ده لو شفتوه، وتكتبوا لي عامه لو في اي حاجه عايزين اتكلم عنها. الفتره الجايه هنعمل فيديوهات اكتر من كده. خلاص فتره الامتحانات بتاعتي، وهبتدي اركز شويه على تنزيل الفيديوهات والكلام عن الافلام كالعاده. وسلام.